السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، من مدينة حدائق أكتوبر الإسكان متوسط الدخل، الإعلان 14 والإعلان 15، مدينة حدائق 6 أكتوبر. العمارة النموذج من على أرض الواقع، حاجة بجد تدعو للتفاؤل وتدعو إلى الانبساط. إن شاء الله ربنا يكرم كل واحد مقدم في الطرح دوت، وإن شاء الله ربنا يكمل أمره على خير، والاستعلام يتم وتستكمل الإجراءات وكل واحد يستلم شقته إن شاء الله. أنا بس حابب أتكلم مع حضراتكم كده في دقيقتين سريعا عن مستوى الأسعار في المكان مقارنة بسكن مصر. اعرف قيمة الحاجة اللي معاك، ولما الشقة بتاعتك إن شاء الله الاستعلام يقع عليك وتستلم، اعرف انت بتبيع ايه وبتبيع بكام، واصلا ما تفكرش تفكر في البيع. في سكن مصر جنبك هنا كده على طول مستوى الشقة وصل ل1,500,000 او 1,600,000. فانت خليك عارف الحاجة بتاعتك قيمتها ايه كويس جدا. ربنا يكرم ان شاء الله كل واحد، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله الجميع. عملنا فيديو على الممشى السياحي اللي موجود في بداية الطريق، وإن شاء الله هنتابع لحضراتكم كده إيه اللي هيحصل تاني، وهنضيفه مع بعض واحدة واحدة تاني كده إن شاء الله. اللي بيتحرك في المنطقة ديت هي العمارة النموذج. يلا بينا بقى هناخد جولة كده حوالين المشروع علشان نتفرج عليه من أماكن مختلفة. ده كده يعتبر المدخل بتاعه من عند سكن مصر زي ما احنا شايفين، ولازال لسه في عماير لسه تحت الانشاء، مخلصتش بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين. برضو ده مدخل تاني للمشروع، وهنا ده سنتر حكومي لسه برضو ما اشتغلش او جاهز ان هو يبتدي الشغل فيه. ده يكون سنتر حكومي في المنطقة، سنتر تبع الجهاز، سنتر تابع للجهاز. ده برضو هيكون مدخل تاني للمشروع بقى، بس بعيدا عن الإسكان الاجتماعي. ده أحد المداخل الرئيسية اللي هتبقى موجودة هنا للمشروع. هنا في مجمع بيع بتاع أمان، وده في مسجد كمان في المنطقة اشتغل وتم افتتاحه بشكل رسمي. ده كده الشارع اللي في ظهر عماير الإسكان الاجتماعي اللي هم 41 عمارة، ودي ابن بيتك زي ما احنا شايفين. ده يعتبر برضو من الشوارع الرئيسية اللي بتؤدي إلى المشروع. دي نقطة تانية ومدخل تاني للمشروع. زي ما احنا شايفين برضو العماير في جزء ابتدى يتعمل الاسمنت الخارجي، ولكن في عماير تانية لسه لازال البناء مستمر فيها. الخمسة والسبعة، ابن بيتك الخمسة وابن بيتك السبعة، دي تعتبر وسيلة المواصلات اللي موجودة من عند الحصري.
ناس بتسأل على وسيلة المواصلات للمكان. زي ما احنا شايفين في عربية في ميكروباصات بتجيب من الحصري وبتوصل للمكان، إضافة إلى إن في أتوبيسات خدمة بتوصل برضو للمكان. الباص يعني هو بينادي أو الموقف بتاعه بيسمى ابن بيتك السبعة، وده عند ميدان الحصري.